بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي شباب تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايمًا، معاكم مستر شريف English teacher، والنهارده بإذن الله هناخد مع بعض الجرامر الخاص بunit 2 بالكامل في فيديو واحد، وإن شاء الله يكون سهل ومبسط بالنسبة لكم ومغطي كل شيء. بدون تطويل يلا نصلي على رسول الله وعلى بركة الله نبدأ. طيب خليني في البداية أقول لك الجرامر الخاص بunit 2 أول حاجة بنتكلم عليها هي الصفات. يعني إيه الصفات؟ في البداية كده تعريف الصفة هي كلمة بتوصف حاجة. يعني إيه؟ زي ما آجي أقول لك مثلًا رجل قوي، كلمة قوي هنا اللي استخدمتها دي أنا استخدمتها عشان أوصف الرجل، لمّا أقول لك بنت أو فتاة جميلة، كلمة جميلة دي أنا استخدمتها عشان أوصف فتاة. حلو جدًا، يبقى إحنا كده عرفنا إيه هي الصفة. طيب درسنا بقى النهارده عن المقارنات أو عن التفضيل comparative and superlative. يعني إيه comparative and superlative؟ comparative يعني المقارنة، وأمّا أقول مقارنة إذًا هنا في حاجتين باقارنهم ببعض، ممكن يكون الحاجتين دول شخص وشخص أو شيء وشيء، تمام؟ يبقى المقارنة لازم حاجتين باقارنهم ببعض، حلو جدًا. يبقى إحنا النهارده هنتعلم إزاي نقارن حاجتين ببعض ونشوف القاعدة بتقول إيه. أول حاجة خلّيني أقول لك إن إحنا عندنا نوعين من الصفات short adjective وlong adjective. الshort adjective اللي هي الصفات القصيرة، والlong adjective اللي هي الصفات الطويلة. إيه ده وإيه ده يا مستر؟ الصفة القصيرة هي الصفة اللي مقطع واحد one syllable. يعني إيه؟ يعني زي ما أقول لك مثلًا long tall short كل دي صفات قصيرة، مقطع واحد فقط. طب الصفات الطويلة زي كلمة beautiful زي difficult زي expensive كل دي صفات طويلة أكتر من مقطع more than one syllable. تمام، متفقين لحد كده؟ طيب أول حاجة دي ليها قاعدة ودي ليها قاعدة علشان نكوّن صيغة المقارنة. طيب خلّينا نشوف أول حاجة الshort adjective. هنبدأ دلوقتي في الصفات القصيرة، إزاي نعمل أو نستخدم الصفات القصيرة. طيب أول حاجة القاعدة بتقول إن إحنا بنحط الصفة بنضيف لها ER وبعد كده than، الصفة بعد كده ER بعد كده than. زي إيه؟ خلّينا ناخد مثال كده عشان نشوف. لمّا أقول لك أحمد is taller than علي، أحمد is taller than علي، أحمد أطول من علي. وخلّي بالك من is إحنا حطينا is، في ناس ممكن تنساها ما تحطهاش is. تمام، أحمد is taller than علي. كل اللي عملناه هنا بعد الصفة اللي هي tall حطينا ER فبقت taller، وبعد كده حطينا than وبعد كده كمّلنا الجملة عادي، بقت أحمد is taller than علي. طيب كويس جدًا لحد كده. ناخد برضه مثال تاني لمّا أقول لك مثلًا ندى is shorter than إسراء، ندى is shorter than إسراء، ندى أقصر من إسراء. حطيت هنا كلمة أو صفة short وبعديها الER وبعد كده than. يبقى إذًا زي ما قُلنا القاعدة بنحط الصفة وبعد كده ER وبعد كده than. خدوا بالكم إحنا بنتكلم دلوقتي في الصفات القصيرة الshort adjectives. أوكي؟ طيب عشان ما حدش بس يتلخبط منّي. طيب في كام ملحوظة بسيطة كده عايز أقولها لكم بخصوص الshort adjectives. أول حاجة عند إضافة الER لو الصفة عندك منتهية بE هنضيف R فقط. يعني لو الصفة بتنتهي بE عندك هنضيف R فقط، مش هتضيف ER تاني يبقى double E، لأ، يبقى هنضيف ER فقط. فهتبقى إيه؟ زي كلمة close أو صفة close اللي هي إيه؟ قريب، هتبقى closer أقرب. ضِفت R فقط زي ما أنت شايف قدامك كده على الشاشة. طيب حاجة كمان لو الصفة بتنتهي بconsonant letter بحرف ساكن وقبليه vowel وقبليه صوت متحرك، أمّا آجي أضيف الER باعمل إيه؟ باضاعف الحرف الساكن. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي باقول لك إيه صفة big يعني كبير BIG بتنتهي بconsonant اللي هو الG، وقبل الconsonant أو قبل الG في I، الI ده vowel والّا consonant؟ vowel طبعًا. فهنا القاعدة بتقول لك نضاعف الG نحط G تانية وبعد كده ER فهتبقى bigger زي ما أنت شايف كده بالضبط. أوكي؟ طيب ملحوظة كمان برضه معانا. طيب عندنا لو الصفة بتنتهي بY وقبل الY consonant، قُلنا consonant يعني إيه؟ يعني ساكن. بنعمل إيه؟ بنشيل الY ونحط IER. طيب زي إيه يا شباب؟ زي مثلًا easy معناها سهل، عايز أقول أسهل هتبقى easier. إزاي؟ هاشيل الY وأحط IER. ليه؟ عشان بتنتهي بY وقبل الY consonant أو حرف ساكن. طيب كده تمام يا شباب، لحد كده ما فيش أي مشكلة، أعتقد الدنيا سهلة وبسيطة جدًا. كل ده إحنا بنتكلم على التفضيل أو الcomparative في الshort adjectives أو الصفات القصيرة. طيب خلّينا ندخل دلوقتي على الصفات الطويلة الlong adjectives. زي ما قُلنا من شوية زي expensive difficult زي مثلًا beautiful. طيب حلو، بنعمل معاها إيه؟ القاعدة هنا بنقول إن إحنا بنستخدم more أو less قبل الصفة وبعد كده الصفة وبعد كده than. more أو less وبعد كده صفة وبعد كده than. طيب أنا إمتى باستخدم more وإمتى باستخدم less؟ more لتقوية الصفة وless عشان أقلل من الصفة أو أضعف الصفة. طيب خلّينا نشوف مثال مثلًا. لمّا آجي أقول لك the red car السيارة الحمرا is more expensive than the yellow one.
يعني القاعدة هنا بنقول هنحط more أو less، وقلنا more لتقوية الصفة ولess عشان أقول أو أقلل من الصفة شوية، وبعد كده الصفة بعد كده than. طيب لو عايز أقول less هقول أقل في السعر أو أرخص، هقول إيه؟ less expensive than، أقل غلاء أو أرخص شوية من إيه؟ من السيارة الزرقاء. تمام؟ طب يا شباب دلوقتي ندخل على السوبرلاتيف او صفات التفضيل. يعني ايه صفات التفضيل؟ احنا قلنا صفات المقارنه بنقارن حاجه بحاجه او شخص بشخص. طب صفات التفضيل بتقارن واحد بمجموعه، يعني مثلا طالب بالفصل كله. طيب هنا قاعده بتقول ايه؟ زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا short adjectives صفات قصيره، واللونج adjectives اللي هي صفات طويله. طيب لو short adjectives هنعمل ايه؟ كل اللي عليك هتعمله هتحط ذا والصفه واي اس تي. ذا والصفه واي اس تي زي ايه مثلا؟ زي صفة short أقصر هتبقى the shortest، حطيت the والصفة و est. طيب tall the tallest الأطول. تمام جدا. زي ما أقول لك مثال مثلا أحمد is the tallest student in the class. أحمد is the tallest student in the class. أحمد أطول طالب في الفصل. عملت the والصفة و est. برضو خليني أقول لك على بعض الملحوظات نفس اللي استخدمناهم في الصفات القصيرة في الcomparative هنستخدمهم هنا في السوبرلاتيف. إيه هي؟ لو الصفة بتنتهي بإي هحط est وأشيل الإي. تمام. زي برضه close هتبقى closest، شلت اي وحطيت اي اس تي على طول. تمام. برضه لو الصفه بتنتهي بواي وقبل الواي consonant هنعمل ايه؟ هنشيل الواي ونحط اي اي اس تي. هنحط اي اي اس تي زي ايه؟ زي easy بتنتهي ايه برضه بواي وقبل الواي اس. هنعمل ايه؟ هنشيل الواي ونحط اي اي اس تي. تمام يا شباب. طيب اخر حاجه برضه لو الصفه بتنتهي بحرف consonant وقبل consonant vowel بنعمل ايه؟ بنضاعف الكونسوننت. هتبقى ايه؟ زي big زي ما خدنا من شويه، مع bigger هتبقى big biggest بي اي جي جي اي اس تي. تمام. نفس الملحوظات اللي خدناها مع الكومباراتيف هي مع السوبرلاتيف. تمام يا شباب لحد كده؟ ده كله برضو في الشورت ادجكتيف. طيب في اللونج ادجكتيف برضو كل اللي عليك هتعمله حاجتين صغيرين جدا، هي هتحط the most او the least وبعد كده الصفه. the most او the least وبعد كده الصفه. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي اقول لك the most beautiful girl in the class، اجمل واحده في الفصل. ده ايه؟ the most expensive car، اغلى سياره. طب عايز اقول اقل the least expensive car، عملت ايه؟ حطيت بدل most least. يبقى هنا اتفقنا يا شباب بنعمل ايه؟ most او least. most لو هقوي الصفه، least لو عايز اضعف الصفه او اقول اقل شويه. تمام متفقين لحد كده؟ يبقى كده يا شباب عرفنا بنعمل ايه مع الصفات القصيره والطويله سواء comparative او superlative، سواء مقارنه او تفضيل. ولكن خليني اقول لك زي ما انتم عارفين في بعض الصفات irregulars. يعني ايه irregulars؟ يعني صفات شاذه بتتحفظ زي ما هي، مش بتطبق عليها القاعده دي. زي ايه؟ طيب خليني اقول لك كم صفه كده من الصفات irregulars او اللي لا يطبق عليهم القاعده دي. ايه هم؟ حاجه زي bad مثلا. bad معناها سيء. طيب لو عايز اقول اسوأ منها تبقى ايه؟ ما تجيش تضيف اي ار هنا، لا طبعا هنا قلت لك ده irregulars يعني غير نظامي او شاذه، فهنا هتبقى ايه؟ تتحفظ زي ما هي. bad هتبقى worse، تبقى worse. طيب لو عايز اقول الأسوأ هتبقى the worst، the worst. وطبعا ما ننساش than، يعني هتبقى worse than. طيب كويس جدا. طيب صفة زي good جيد هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ ما تحطليش اي ار، هتبقى better than، better than افضل من. طيب الافضل the best، الافضل the best. طيب كويس جدا. طيب صفة زي far اللي هو بعيد هتبقى مثلا farther than أو further than، الاتنين صح، farther أو further وما تنساش than. ده هنا في المقارنة. طيب التفضيل هتبقى the farthest أو the furthest. تمام، دي اللي هي الأبعد. طبعا يا شباب أنا كاتب لك الصفات دي هنا فعايزك تحفظهم كويس جدا، والصفات دي زي ما قلت لك ما بيطبقش عليهم القاعدة دي، دول بيتحفظوا زي ما هم. طيب يا شباب يبقى احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالمقارنات والتفضيل. بعد كده ندخل على الجزء المتبقي وهو both و either و neither و none. سهلين جدا وما فيهمش اي حاجه، هنخلصهم في وقت بسيط، عايزك بس تركز معايا. طيب خلينا نبدا. اول حاجه both. يعني ايه both او both of؟ معناها كلا او كلا من، ان انت بتتكلم عن شخصين. يعني ايه شخصين؟ يعني مثنى. طيب وبما اني بقول لك شخصين او اكتر من شخص، اذا هنا انا بتكلم في صيغه ايه؟ في صيغه الجمع، في صيغه الجمع. طيب يعني ازاي الكلام ده؟ يعني لما اجي اقول لك كده بالراحه both احمد and علي are clever. ركز معايا. both احمد and علي are clever. انا عملت ايه هنا؟ استخدمت both اللي احنا قلنا من شويه بنستخدمها لشخصين. طيب حطيت بعد كده احمد and ما تتلخبطش، حطيت and بعد كده علي، يعني كل من احمد وعلي are clever اذكياء. وحطيت بعديهم ايه؟ حطيت are زي ما انت شايف قدامك كده. طب ليه حطيت are؟ لان هنا بديهي زي ما قلت لك both
أحمد and علي أنا باتكلم على أكتر من شخص، شخصين، فإذًا هيعامل معاملة جمع والّا مفرد؟ جمع، فإذًا الفعل اللي هييجي بعديهم فعل إيه؟ جمع، ما ينفعش أستخدم بعديها is، استخدمت are ليه تاني؟ علشان قلنا أحمد and علي، في شخصين هنا، وأكتر من شخص بيُعامل معاملة إيه؟ بيُعامل معاملة الجمع في اللغة الإنجليزية. تمام يا شباب؟ طيب كويس جدًا، يبقى كده دي أول قاعدة نستنتجها إن both كذا and كذا ممكن ييجي شخص أو شيء، يعني بتتكلم عن شخصين أو شيئين أو أي حاجة، بييجي بعديهم فعل جمع. يعني إيه تاني فعل جمع؟ يعني ما ينفعش أقول is أقول are. تمام؟ دي أول قاعدة وأول حاجة استنتجناها ومهمة جدًا. طيب جميل جدًا، عندنا both of both of. طيب both of دي بنستخدمها إزاي؟ بييجي بعديها يا إما ضمير مفعول جمع، إيه ضماير مفعول الجمع دي؟ أفكركم زي you زي us زي them. you us أو them، أو بييجي بعديهم ضمير إشارة جمع زي these أو those، ضمير إشارة جمع زي these أو those، أو برضه اسم جمع. كل ده بييجي بعد both of، بييجي بعد إيه؟ both of. وبرضه نفس الكلام الفعل اللي بييجي بعديها بيعامل معاملة الجمع. تمام يا شباب؟ طيب يا شباب ناخد مثال عشان نفهم وركز معايا عشان الحتة دي هي اللي بتيجي عليها أسئلة. لو جيت قلت لك both of them both of them كلاهما مالهم بقى؟ جيت قلت لك speak French ولا speaks French؟ ركز معايا. both of them كلاهما speak ولا speaks French، بيتكلموا فرنساوي. طيب أنا هنا هاحط speak ولا speaks؟ طبعًا هاحط speak لأن speaks دي اللي ضفت لها اس بتيجي مع المفرد، فإذًا مش هتنفع، إحنا هنا بنتكلم عن كلاهما، عن شخصين، فقلنا هنعامل معاملة الجمع تمامًا، فإذًا هنحط speak. تمام يا شباب؟ أما الفعل اللي آخره اس ده إحنا بنضيفه مع إيه؟ مع المفرد he أو she أو it. أوكي يا شباب؟ طيب كويس جدًا. وقلنا برضه both of بييجي بعديها إيه؟ بتعامل الفعل اللي بعديها بيبقى جمع. طيب دي كده خلصنا من both وboth of، سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة. تاني حاجة عندنا النهارده وهي either or either or، ودي معناها إيه؟ دي معناها أما أو، أما أو، وباستخدمها لما آجي أخيّر حد بين حاجتين. يعني مثلًا واحد بيقول لابنه أنت لو نجحت يا إما هاجيب لك موبايل يا إما هاجيب لك عجلة، بيخيّره هنا يا إما موبايل يا إما عجلة، هيقولها له إزاي؟ You can get either a phone or a bike. You can get either phone or a bike. أنت ممكن أجيب لك يا إما phone يا إما bike، يا موبايل يا عجلة. فإذًا حطيت إيه؟ حطيت either، وبعد كده حطيت الحاجة اللي هاجيبها له اللي هي phone، بعد كده or، بعد كده الحاجة اللي هاجيبها له اللي هي التانية اللي هي bike. يعني أنا خيّرته ما بين الحاجتين، فإذًا ده أول استخدام either or. طيب جميل جدًا. طيب خلّيني أقول لك ملحوظة برضه، either or لمّا نيجي نستخدمها عشان نربط بين فعلين أو حاجتين، فالفعل اللي بييجي بعديهم بيُعامل على حسب الفاعل التاني، بيُعامل على حسب الفاعل التاني. إزاي الكلام ده يا مستر؟ يعني مثلًا لمّا آجي أقول لك either أحمد or his sisters، either أحمد or his sisters. هاجي هنا بعد his sister عايز أقول لك هم موجودين هنا، هاقول لك are here والّا is here. طيب كلمة are أو is أو الفعل اللي بييجي بعد كده ده بيتحدد على حسب الفاعل التاني. يعني إيه الفاعل التاني؟ اللي هو his sisters. his sisters ده مفرد والّا جمع؟ جمع، فإذًا هاحط بعديها are. افرض جيت قُلت لك either أحمد and his sister، مش sisters sister أخته، هيبقى اللي بعديها is والّا are؟ هيبقى بعديها is. فهمت الفرق؟ يعني لمّا آجي أستخدم أو أربط بين فعلين باستخدام either or، باستخدم الفعل اللي بييجي بعد كده بيبقى على حسب الفاعل التاني. الفاعل التاني لو كان sisters أول مرة وsister تاني مرة، either أحمد or his sisters are. ليه are؟ عشان sisters جمع. either أحمد or his sister is. ليه is؟ علشان sister مفرد، فإذًا الفعل اللي بييجي بعديها بيُعامل على حسب الفاعل التاني. الفاعل التاني اللي هو sisters أول مرة وsister تاني مرة. أول مرة كانت جمع فحطينا are، تاني مرة كانت مفرد فحطينا is. تمام؟ طيب كويس جدًا. طيب خلّينا ناخد مع بعض either of دلوقتي. either of دي بييجي بعديها يا ضمير مفعول جمع زي you أو us أو them، زي both of بالضبط، وبييجي بعديها برضه اسم جمع أو اسم إشارة جمع زي إيه؟ زي these أو those. أوكي؟ طيب خلّيني أقول لك ملحوظة مهمة، إن هنا الفعل اللي بييجي بعد either of بيكون مفرد، في كل الحالات بيكون مفرد على عكس both of. يبقى هنا الفعل اللي بييجي مع either of بيكون مفرد. يعني مثال لو جيت قُلت لك either of these windows is والّا are is broken، هتقول لي ده أنت قُلت لي these windows حطيت اس جمع، هاقول لك لأ هنا either of، أنا باقول لك واحد من الشباكين دول. يبقى هنا لمّا جيت قُلت لك either of
these windows is ولا are is broken. برضو لما اقول لك either of these movies is ولا are، احنا قلنا الفعل اللي بيجي بعديها بيتعامل معاملة المفرد، هتبقى is ايه؟ is مثلا exciting، حطيت هنا is، يبقى مع both of بيجي الفعل جمع، مع either of بيجي الفعل بعديها مفرد. طيب كويس جدا. طيب يا شباب خلينا دلوقتي ندخل على neither nor. neither nor معناها ولا ده ولا ده، يعني بتنفي حاجتين، ولا ده ولا ده. يعني مثلا لما اجي اقول لك neither احمد nor عمر speaks فرنش مثلا، ولا احمد ولا عمر بيتكلموا فرنساوي. طيب حلو جدا. طيب نلاحظ ان الكلام ده، نلاحظ برضو نفس الملحوظات بتاعت either or. هنا الفعل اللي بيجي بعد nor هو تبع الفاعل التاني، يعني الفاعل التاني مفرد هيجي فاعل مفرد، الفاعل التاني جمع هيجي فعل جمع. لو تلاحظ اول جمله قلت لك neither عمر nor احمد speaks، حطيت اس عشان ده انا بتكلم على مفرد. يبقى كده قلنا neither nor معناها ولا ده ولا ده، بستخدمها عشان انفي حاجتين، والفعل اللي بيجي بعديه nor بيبقى تبع الفاعل التاني. طيب كويس جدا. طيب بالنسبه بقى neither of دي بقى بستخدمها برضو بيجي بعديها ضمير مفعول جمع زي ما قلنا من شويه you them us، او ضمير اشاره جمع زي these او those، او اسم جمع اللي بيجي بعديها فعل مفرد زي either of بالظبط. يعني مثال ممكن اقول لك neither of these colors، ولا لون من الالوان دي is my favorite color. neither of these colors is my favorite. استخدمت هنا is. ليه استخدمت is؟ لان هنا قلت لك بيجي بعد neither of الفعل معاملة المفرد، ما استخدمتش are، استخدمت is. تمام يا شباب؟ طيب يا شباب ندخل دلوقتي على none of. دي بسيطة جدا وسهلة، وبرده none of بيجي بعديها يا إما ضمير مفعول جمع زي ما قلنا من شوية you أو them أو us، يا إما بيجي بعدها اسم إشارة جمع زي these أو those، أو بيجي اسم جمع. تمام. وبرده الفعل اللي بيجي بعديها بيعامل معاملة المفرد زي ما أقول لك برده none of them. عايز أقول إن هم مش موجودين هنا، هقول is ولا are؟ none of them إيه؟ is here ولا are here؟ قلنا الفعل اللي بيجي بعديها بيتعامل معاملة مفرد، فهتبقى طبعا is. none of them is here. عايز اقول لك مثلا مفيش حد مننا عايز ياكل بيتزا، هقول لك ايه؟ none of us want ولا wants؟ احنا قلنا بيتعامل معاملة مفرد فهتبقى wants. none of us wants to eat pizza. اوكي none of us wants to eat pizza. يبقى كده باختصار يا شباب عشان ما انتهش، both of الوحيدة اللي بيجي بعديها فعل جمع، both of بيجي بعدها فعل جمع. بالنسبة ل either of neither of none of بيجي بعديهم كلهم فعل مفرد. either of neither of none of بيجي بعديهم فعل مفرد. both of الوحيدة اللي بيجي بعديها فعل جمع. أنا بقول لك كده عشان دي التكاية اللي بيجي فيها أسئلة. أوكي طيب بالنسبة ل either or و neither nor الفعل اللي بيجي بعديهم بيتبع الفاعل التاني. يعني ايه بيتبع الفاعل التاني؟ لما جيت قلت لك من شويه either احمد or his sister، ده كده بعديها كلمه sister دي اخته مفرد، فالفعل اللي بعديها هيبقى ايه على حسب اخته، يبقى دي مفرد فيبقى is. طيب either احمد or his sisters اخواته، فيبقى بدل is هنحط are لان الفاعل التاني جمع. فهمتوا النقطة دي يا شباب؟ يبقى كده احنا الحمد لله خلصنا الجزء الخاص ب both و either و neither و none، وسهل جدا وبسيط. طيب يا شباب خلينا نخش في آخر جزء معانا في الجرامر الخاص بيونت 2، وهو بيتكلم عن ال past simple اللي هو الماضي البسيط، وال past continuous اللي هو الماضي المستمر. سهلين جدا، وازاي نربط ما بينهم باستخدام الرابط الزمني. طيب يلا بينا نبدأ. أول حاجة نبدأ بالpast simple. الpast simple اللي هو الماضي البسيط. يعني إيه أول حاجة ماضي بسيط؟ ماضي بسيط ده يعني حاجة حصلت في الماضي وانتهت. بتكلم جاي من اسمه إن دي حاجة حصلت في الماضي إيه وانتهت. طيب خلينا الأول كده نشوف تكوينه. بسيط جدا. نبدأ بالسبجكت. يعني إيه السبجكت؟ يعني الفاعل. الفاعل اللي هو إيه؟ ممكن يكون I you he she it we they، أي حاجة من دي. وبعد كده بيجي التصريف التاني للفعل أو الفعل في الماضي. وعندنا التصريف التاني للفعل زي ما احنا عارفين، يا إما لو regular verbs اللي هي الأفعال النظامية بنضيف لها دي أو اي دي أو اي اي دي. طيب الأفعال الirregulars اللي هي الغير نظامية كل اللي عليك هتعمله بتحفظها زي ما هي. زي إيه مثلا؟ زي فعل زي see so، زي go went. تمام طبعا كلكم عارفينهم بس محتاج تحفظهم كويس جدا. طيب يبقى كده احنا عرفنا تكوينه. السبجكت الفاعل ممكن يكون ضمير فاعل زي ما قلنا من شويه، او ممكن يكون اسم شخص عادي، وبعد كده بيجي التصريف الثاني للفعل. طيب ممتاز جدا. طيب لو عايز انفي كل اللي عليك هتعمله هتحط did not او didn't قبل الفعل وترجع الفعل الاصلي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عايز اقول I
went to the school yesterday. أنا رُحت المدرسة امبارح. عايز أقول أنا ما رُحتش، هاعمل إيه؟ أحط I زي ما هي، وأحط بعد كده إيه؟ didn't أو did not، وبعد كده أرجّع الفعل الأصلي. الفعل الأصلي اللي هو went اللي هو ذهبت، هيرجع الأصل اللي هو go. فيبقى I didn't go to the school yesterday. I didn't go to school yesterday. أوكي يا شباب؟ طيب كويس جدًا. يبقى كده عرفنا تكوينه والنفي. النفي برضه سهل جدًا. طيب يا شباب ملحوظة صغيرة عايز أقول لك عليها بخصوص نقطة النفي. لما اجي انفي باستخدام verb to be. verb to be زي ما احنا عارفين اللي هو am is are في الpresent او was or were في ايه في الباست. بما اننا بنتكلم في الباست فاذا ازاي انفي was or were؟ طبعا مش هستخدم الطريقه اللي قلت لك عليها اللي هي did not وبرجع الفعل الاصلي، لا، كل اللي عليك هتعمله هنا هتبقى was not او were not او wasn't او weren't بس كده. تمام؟ زي ما اجي اقول لك مثلا I wasn't at school yesterday. انا ما كنتش في المدرسه امبارح. we weren't at school yesterday. was مع المفرد were مع الجمع طبعا. اوكي. طيب يبقى كده عرفنا التكوين وعرفنا النفي وازاي انفي verb to be. طيب عايزين نعرف استخدامه زي ما قلت لك من شويه، حاجه حصلت في الماضي وانتهت ملهاش علاقه بدلوقتي او عاده كانت شغاله في الماضي. زي ما اقول لك مثلا when I was young I ran every day in the morning. لما كنت صغير كنت بجري كل يوم الصبح. when I was young I ran every day in the morning. لما كنت صغير كنت بجري او بمارس رياضه الجري كل يوم الصبح. فاذا هنا دي عاده كانت موجوده في الماضي وانتهت. يبقى اذا استخدامه حاجه حصلت في الماضي ومش موجوده دلوقتي او عاده كانت موجوده في الماضي ومش موجوده دلوقتي. طيب كده خلصنا past simple الماضي البسيط، سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. طيب خلينا ندخل على past continuous اللي هو الماضي المستمر. طيب ايه الماضي المستمر وايه الفرق ما بينه وبين الماضي البسيط؟ هو جاي من اسمه ماضي مستمر انه حدث كان حصل في الماضي واستمر لفتره. طيب هنعرف كل حاجه دلوقتي. الاول نشوف تكوينه. تكوينه يا شباب اللي هو السبجكت زي ما قلنا اللي هو I he she it you we they اي حاجه من دي، وبعد كده was aware، بعد كده verb ing، بعد كده was aware وزي ما قلنا was مع المفرد were مع الجمع. تمام؟ وبعد كده verb ing زي لما اقول لك مثلا I was studying yesterday at 7. كنت امبارح بذاكر الساعة 7. I was studying yesterday at 7. تمام؟ حطيت was aware زائد verb زائد ing. ده تكوينه. طيب لو هنفيه برضه سهل جدا. كل اللي عليك هتعمله هتحط not بعد was aware. زي ما اجي انفي الجملة اللي انا قلتها لك هقول لك I was not studying yesterday at 7. I was not studying yesterday at 7. أنا ما كنتش بذاكر امبارح الساعة 7. يبقى نفي was not أو were not أو wasn't أو weren't الاختصار بتاعهم. طيب ممتاز جدا. طيب يا شباب لو عايز أكون سؤال، في نوعين عندنا من الأسئلة زي ما أنتم عارفين yes or no question، السؤال بنعم أو لا، أو WH question. أول حاجة لو هنسأل yes or no question كل اللي عليك هتعمله هتحط was aware at the beginning of the sentence. هتحط was aware في بداية الجملة. يعني نفس الجملة اللي خدناها من شوية. عايز أسأل هل هو كان بيذاكر مثلا امبارح الساعة 7؟ فهقول Were you studying at 7 yesterday? Were you studying at 7 yesterday؟ بعد كده question mark. كنت بتذاكر بالليل امبارح الساعة 7؟ طيب ده yes or no question. طب لو عايز أسأل WH question هعمل إيه؟ زي ما اقول لك what were you doing yesterday at 7. what were you doing yesterday at 7؟ كنت بتعمل ايه امبارح الساعة 7؟ what بعد كده was aware حطينا were علشان you، بعد كده you اللي هو السبجكت، بعد كده verb ing what were you doing وكمل السؤال عادي. yesterday at 7 كنت بتعمل ايه امبارح الساعة 7؟ تقول لي I was studying at 7 yesterday. كنت بذاكر امبارح الساعة 7. اوكي يبقى كده عرفنا الافيرماتيف اللي هي الجملة المثبتة والنفي والسؤال yes or no question و WH question. فاضل نعرف ونفهم استخدامات past continuous اللي هو الماضي البسيط. طيب اهم استخدام ليه ان هو حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث اخر. حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث اخر. طيب إذًا لمّا أقول لك حدث كان مستمر وحدث تاني قطعه، فإن إحنا هنا بنتكلم على حدثين. طيب ركّز معايا في النقطة دي عشان هنرجع لها كمان شوية. ده استخدام. طيب تاني استخدام إن حدث كان مستمر في وقت معيّن في الماضي. يعني إيه وقت معيّن في الماضي؟ يعني من شوية زي ما قُلت لك I was studying at 7 yesterday. أنا كنت باذاكر الساعة 7. وقت محدد الساعة 7. حدث كان مستمر في وقت محدد اللي هو الساعة 7 فضل مستمر لفترة. تالت استخدام ممكن استخدمه لما اجي اعبر عن حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. يعني مثلا انا كنت بذاكر ماما كانت بتطبخ او بتحضر الاكل. حدثين شغالين في نفس الوقت. طيب كويس جدا. طيب احنا دلوقتي خدنا الباست simple الماضي البسيط وخدنا الباست continuous الماضي المستمر. دلوقتي عايزين نربط الزمانين ببعض او نعرف ازاي نستخدم روابط الزمنيه عشان نربطهم ببعض. في البدايه خليني اقول لك روابط الزمنيه دي رابط بنستخدمه عشان زي ما قلت لك بربط حدثين ببعض. تمام؟ فاذا بما اني بقول لك حدثين اذا هنا في اكتر من زمن. طيب اول حاجه خليني اقول لك
عندنا while وas وjust as while وas وjust as دول معناهم أثناء أو بينما. بُص يا حبايبي، أنا مش عايز أحفّظك وأقول لك دي بييجي بعدها إيه ودي بييجي بعدها إيه، ولمّا تشوف while تحط إيه وأمّا تشوف when تحط إيه، لأ أنا مش عايزك تحفظ كده خالص، أنا عايزك تفهم. طيب أنا قُلت لك من شوية أمّا نيجي خدنا الماضي البسيط وخدنا الماضي المستمر عشان نستخدم الرابط ونربطهم ببعض، فإذًا قُلت لك لمّا نيجي نربطهم هنحتاج رابط زمني ونحتاج الزمنين. طيب هتربطهم إزاي وإيه اللي بييجي الأول وإيه اللي بييجي بعد كده؟ خلّيني أفهّمك. إحنا قُلنا الpast continuous اللي هو الماضي المستمر بنستخدمه حدث كان مستمر في وقت معيّن في الماضي، حدث مستمر. طيب لمّا ييجي حدث تاني طرأ عليه وقطعه، الحدث اللي طرأ عليه وقطعه ده هو الماضي البسيط. زي إيه طيب مش فاهم؟ لمّا آجي مثلًا أقول لك while I was studying لمّا كنت باذاكر the electricity went out. while I was studying the electricity went out يعني إيه الكلام ده؟ يعني بينما أنا كنت باذاكر I was studying the electricity الكهربا went out قطعت. خلّي بالك من الفعل went out اللي هو معناها الكهربا فصلت. went اللي هو التصريف التاني من go. فإذًا هنا الجملة التانية الpast simple أو الماضي البسيط، والجملة الأولانية اللي هو الحدث اللي كان شغال كان مستمر ده الpast continuous الماضي المستمر. تاني يا شباب عشان نفهم، الحدث اللي كان شغال ومستمر ده past continuous أو إيه ماضي مستمر، اللي هو جاي من اسمه ماضي مستمر، حاجة مستمرة شغالة. طب الحدث المفاجئ اللي حصل وقطع الحدث اللي كان شغال ده باحطه في الpast simple. دي القاعدة الأساسية اللي عايزك تفهمها، بس كده. مش هتفرق بقى معاك الروابط إن ده بييجي بعديه إيه وده بييجي بعديه إيه. أنت عندك زي ما قُلت لك while وas وjust as معناها بينما أو أثناء، عندك when معناها عندما، عندك في كتاب الوزارة بيقول لك إن when بييجي بعديها past simple ماضي بسيط، وwhile وas وjust as بييجي بعديهم past continuous ماضي مستمر. ده كتاب الوزارة اللي قايل لك عليه، ولكن في الواقع الكلام ده مش دقيق. عادي ممكن أجيب بعد when past continuous أو past simple ما فيش مشكلة، وممكن برضه بعد while أجيب past continuous أو past simple ما فيش أي مشكلة. ولكن أنا عايزك تفهم تاني هاقول لك الحدث اللي كان مستمر أو شغال معانا اللي هو مثلًا لمّا أقول لك كنت باذاكر ده حدث مستمر، جه حاجة قطعته زي مثلًا لمّا النور أو الكهربا قطعت، فده إيه الحدث المفاجئ أو حدث الطارئ ده past simple اللي هو الماضي البسيط، ولكن اللي مستمر ده الpast continuous. في ملحوظة كمان يا شباب عايز أقول لكم عليها بخصوص while. طيب while ممكن ييجي بعديها verb ing على طول من غير الsubject أو من غير الفاعل. طيب إزاي الكلام ده وإمتى؟ في حالة إن الجملة التانية هيكون نفس الفاعل اللي في الجملة الأولانية. طيب زي إيه؟ لمّا آجي أقول لك مثلًا لمّا كنت بالعب كورة أنا وقعت، لمّا كنت بالعب كورة أنا وقعت. أنا باتكلم على نفس الفاعل في الجملة الأولى اللي هو أنا كنت بالعب كورة، وفي الجملة التانية أنا اللي وقعت، نفس الsubject أو نفس الفاعل. طيب هنا لو باستخدم while ونفس الsubject اللي في الجملة الأولى أو نفس الفعل اللي في الجملة الأولى هو اللي في الجملة التانية، فأنا ممكن أشيل الsubject من الجملة الأولى. طيب إزاي الكلام ده؟ خلّينا ناخد مثال. طيب لو جيت قُلت لك while playing football I fell down. لمّا كنت بالعب كورة أنا وقعت. أنا عملت إيه هنا؟ أنا شِلت I شِلت الsubject ونفس المعنى ما اتغيّرش. يبقى إذًا هنا while ممكن ييجي بعديها verb ing بشرط إن يكون نفس الفعل اللي في الجملة التانية هو اللي في الجملة الأولى. طب يا شباب عندنا بعد كده during. والduring دي استخدامها زي استخدام while ولكن during بييجي بعديها noun وduring معناها في أثناء. بييجي بعدها إيه؟ noun يعني اسم. طيب ناخد مثال عشان نفهم. لو جيت قُلت لك while I was watching the film the electricity went out. طيب عايز أستخدم during بدل while هاعمل إيه؟ أحط during the film بعد كده الجملة التانية the electricity went out. طب أنا عملت إيه هنا؟ حطيت إيه during بعديها the film لإنه إحنا قُلنا during بييجي بعديها الاسم على طول، تمام؟ وبعد كده كمّلنا الجملة التانية عادي، فهتدّينا نفس المعنى أثناء مشاهدة الفيلم أو أثناء الفيلم إيه اللي حصل؟ الكهربا قطعت. طيب تمام، يبقى كده قُلنا during بييجي بعديها noun أو اسم. أوكي. آخر ملحوظة يا شباب عايز أقول لكم عليها وهي استخدام when لمّا ييجي بعديها past simple وpast simple ماضي بسيط، ماضي بسيط. وفي الحالة دي معناها إن حدثين حصلوا ورا بعض على طول، حدثين حصلوا ورا بعض على طول. زي إيه مثلًا؟ لمّا آجي أقول لك I lost some important files أنا فقدت بعض الملفات المهمة when my computer broke لمّا الكمبيوتر بتاعي اتكسر. حدثين حصلوا ورا بعض على طول، يعني الكمبيوتر اتكسر مجرد ما اتكسر كل الملفات اللي عليه ضاعت مثلًا أو باظت. فإذًا هنا قُلت لك أنا فقدت بعض الملفات المهمة لمّا الكمبيوتر اتكسر. فحدثين حصلوا واحد تلو الآخر على طول ما خدوش وقت. استخدمنا معاهم when past simple وبعد كده past simple. تمام يا شباب؟ كده إحنا خلصنا كل حاجة متعلقة بالدرس ده اللي هو الpast simple والpast continuous والروابط الزمنية. طيب يا شباب كده يبقى بفضل الله خلصنا كل الجرامر الخاص بunit 2 بالكامل، وإن شاء الله انتظروني في فيديو جاي هننزل عليه أسئلة ونحلها مع بعض. لو في حاجة مش واضحة ممكن تكتب لي تعليق أو تبعت لي على رقم الواتساب اللي أنا سايبه لك تحت، وتشترك في جروب الفيسبوك اللي أنا عامله لكم جديد علشان هننزل عليه كل شيء جديد.
ما تنسوش تشتركوا في القناة لأن الفترة الجاية إن شاء الله هننزل فيديوهات أكتر من كده. شكرا جدا لمشاهدتكم، أتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.